ده برضو جزء من السبسترينيان جاليريز في السرابيوم. برضو هو في رأي تاني بيقول ان هي كانت بتستخدم لعبادة الاله سيرابيس بالصورة الحيوانية اللي كان بيحبها المصريين وما كانش بيحبها اليونان والرومان. اهو سيرابيس اهو السيرابيس موجود اهو. وده يعني دي نسخة، في النسخة التانية في المتحف اليوناني الروماني اهو الأستاذ سيرابيس اهو. فده يمكن يعتبر أصح رأي ان هي دي كانت تعتبر للكهنة المصريين عشان يعملوا فيه العبادة بتاعتهم لسيرابيس في الشكل الحيواني، لأن اليونانيين ما كانوش بيحبوا الشكل الحيواني. بس لازم نبقى عارفين ان النسخة دي اللي موجودة في سراديب السرابيوم حاليا اللي هي قدامنا دي نسخة مش أصلية، دي ريبليكا. يعني ايه ريبليكا؟ يعني معمولة زي الأصل. اللي هو فين الأصل؟ في المتحف اليوناني الروماني. لكن هو التمثال الأصلي فعلا اتلقى في نفس المكان ده، يعني هو كان موجود في نفس المكان ده، وده دليل على انه كان بيتم عبادته في صورته الحيوانية في السراديب اللي تحت السرابيوم. هو ده التمثال الأصلي اللي اتلقى في سراديب السرابيوم، ودلوقتي هو موجود اهوت في المتحف اليوناني الروماني. والستيلة اللي تحته دي البيدستايل ده مكتوب عليه ستيلة عليها تذكار إهداء الإمبراطور هادريان لما أعاد بناء معبد السرابيوم، إن هو بيهدي التمثال للإله سيرابيس. لأن زي ما قلنا قبل كده إن المعبد كان تم هدمه في عصر الإمبراطور تراجان في ثورة اليهود الأولى، وأعاد بناؤه في عصر الإمبراطور هادريان، وهو اللي أهدى التمثال للمعبد وللمصريين، لأن طبعا المعبد كان موجود في الحي بتاع المصريين. ودي هي أصح نظرية، النظرية الرابعة، أن السراديب كانت مستخدمة لعبادة الإله سيرابيس في شكله الحيواني. طبعا اللي كان بيستخدم السراديب دي هم الكهنة المصريين فقط. طب هل في نظريات تانية ولا خلاص على كده؟ لا، مع الأسف في نظريات تانية، وإن هو السراديب دي كانت بتستخدم للعبادات السرية للآلهة اليونانية. زي مين الآلهة اليونانية؟ زي ديونيسوس إله الخمر اليوناني، وزي ديميتر إلهة الخصوبة والزراعة وحاجات كده تانية كتير. لكن طبعا الواقعي يعني المنطقي اكتر ان السراديب دي معمولة لعبادة سيرابيس بالشكل الحيواني، وغير ان هي كانت بتستخدم كستور رومز، يعني لتخزين الادوات، يعني اللي كان الادوات اللي هي كانت بيستخدمها الكهنة في الريتشولز في طقوس العبادة وكده. بس ودي كل المعلومات اللي قدرنا نعرفها لحد دلوقتي يعني عن سراديب السرابيوم.